انا مصطفى خليفه. النهارده يوم عادي مش عادي بالنسبه لي، لان النهارده انا قررت الصراحه اعمل قناه وبرنامج على اليوتيوب. انا جايز بقالي كتير بفكر في الموضوع ده، وكنت بقعد كده افكر واقول يا رب يعني دلني الحاجه الصح وكده، بس حصل حاجه الكام يوم اللي فاتوا دول او الاسبوعين اللي فاتوا دول يعني خلتني هي اللي اخد الخطوه يعني. بس وهنتكلم عن الحاجه دي وهقولها لكم، هي مش حاجه كبيره ان شاء الله يعني، بس بنعمل لها حلقه كده ويوم جميل كده نتكلم فيه. وفي جزئين مهمين ان الحلقه دي مميزه ليه، لان اول حلقه ان هي هتتكلم عن الماتش اللي هو انا بعتبره ان هو نهائي الدوري الانجليزي اللي هو بكره السيتي وارسنال. وتاني حاجه ان انا خدت القرار قرار بيبقى صعب قوي يا جماعه، بس فالحمد لله يعني. وان شاء الله البرنامج يعجبكم، الحلقه تعجبكم النهارده، واشوفكم في جيب جول. جيب جول 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 جول. جيب جول يا عم، جيب جول بقى. مساء الفل عليكم، معاكم مصطفى خليفه من برنامج جيب جول. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه عشان نتابع كل جديد، وان شاء الله هنقدم لكم محتوى كويس يليق بالقناه ويليق بيكم ويعجبكم ان شاء الله الفتره الجايه. بكره عندنا معركه كبيره بين مايكل ارتيتا وبيب جارديولا المعلم الاستاذ. مايكل ارتيتا طور الموضوع شويه ويعني وخلص لا كان مخلص مركز 8 السنه اللي قبل اللي فاتت، والسنه اللي فاتت مركز 5، فده يعتبر فرق ويعتبر انجاز بسيط لمدرب اول مره يبقى على الساحه. طبعا هو يعني بعيدا عن ان هو كان مساعد جارديولا وان الخبره كلها كان في الحته دي، وواخد طبعا يعني 60-70% من طريقه اللعب والمتعه ايا كان يعني بيب جارديولا. بس فهو يثبت، ولكن هو اثبت ان هو راجل جاي في الطريق، ارقامه هتبقى كبيره، هيعمل تاريخ لنفسه كبير مايكل ارتيتا، لان انت عندك موسم خلص مركز 5 وكان يعتبر احسن من الموسم اللي قبله اللي هو المركز الثامن. قدر السنه دي طبعا هو داخل كان كل الناس مش متوقعه، مش هيجي في دماغها ان ارسنال هينافس على الدوري، تمام. كل الناس كانت داخله ان هو يعمل مركز كويس في الدوري وكده، لا هو عمل الطفره الكبيره اللي انا شايفها طفره بالنسبه لي، ان ارسنال حاليا بينافس على الدوري. فدي حاجه يعني كبيره يعني او مش بينافس على الدوري، يمكن هو المركز الاول على الدوري لحد دلوقتي، فرق 5 نقط. لو في ماتشين، لو السيتي كسب الماتشين المتأجلين هيبقى فرق نقطة على حسب ماتش بكرة. ماتش بكرة برضو هيحدد، بس هنشوف الفترة الجاية أرسنال هيبدأ يعمل ايه. طبعا كلنا عارفين الفترة اللي فاتت، او مش الفترة اللي فاتت، اخر كام ماتش الأرسنال طبعا كان في خيبة امل كبيرة لجماهير أرسنال، لان هم كانوا ماشيين على الطريق الصح وكده. بس انا عندي كام وجهه نظر للموضوع ده يعني. خلينا كده نراجع التشكيل اخر ماتشين مع نادي ارسنال. كان اخر ماتش خالص كان خلص 3-3، كان مع النادي الكبير ساوثهامبتون. صراحه كان ماتش متعه، وهنتكلم ليه من وجهه نظري طبعا ان ليه الارسنال اتعادلت الماتش اللي فات واللي قبله. وطبعا بدايه يعني ماتش ويست هام يعني كان في حراسه المرمى طبعا رامز ديل ودينجينكو وجابرييل طبعا وهولدنج ووايت وهولدنج اللي انا عندي تحفظ عليهم كبير جدا يعني. طبعا في نص الملعب اوديجارد وبارتي وفابيو فييرا اللي هو نازل طبعا كبديل. طبعا في الهجوم مارتينيلي وجيسوس وساكا. ممكن ناخد من اول نقطة بتاعت ليه اللي هم تعادلوا الماتش اللي فات واللي قبله. لو رجعنا الماتش اللي فات او الماتش اللي قبله في ماتش ويست هام، ارسنال لما بيجي فيها جون او حاجه بتتهز. ليه بتتهز؟ لان ارسنال كانت داخله الموسم هي مش مرشحه ان هي تبقى بطله الدوري، هي كانت بتنافس مجرد على التوب 4 او توب 5. فاللعيبه طبعا اللي موجوده مش خبره، ففجاه يلاقوا نفسهم في التراك رقم 1 في التراك، هم الاول على الدوري وكل حاجه. فالموضوع بدا بيبقى نفسيا قوي جدا. ليه؟ لان هو ان انا عندي تفكير زايد، ما في نفسيا مش مظبوط. انا دايما عايز ان انا ابقى الاول على الدوري، فالتوتر بيزيد. فدي شغل المدربين. المدرب لازم يكون كل ماتش بيجهز الفرقه بتاعته نفسيا، يقول لهم يا جماعه احنا لو دخل فينا جون لازم نبقى جاهزين كذا، ولازم احنا مع 90 دقيقه لازم نقدر نقسم الماتش فيهم ونظبط دنيتنا فيهم. دخل فينا جون او التاني نقدر نرجع وكده.
ارسنال بترجع ماتش ساوثهامبتون، رجعت في الدقيقه 90 بس متاخر، رجعت متاخر بعد ما دخل فيها الجون طبعا غلطه في اول الماتش، بس عادي يعني. احنا اللي شفنا السيتي الفتره اللي فاتت دي، الماتشات اللي هي بتعصلك معاها يعني، ماتش ممكن يخلص 1-1 بس ممكن يبقى المفروض اساسا خلصانه 4-5، بعيدا عن ان هو يبقى يخلص 1-1. في ماتشات بتبقى خلصانه دخل فيها جون السيتي في الاول بس الماتش خلص بسكور. ليه؟ اللعيبه خبره، اللعيبه بقى لها سنين مع جارديولا متمرمطه في الموضوع ده، الموضوع مش جديد عليها، فبالتالي الموضوع بيتعالج بسرعه. تمام. ماتش طبعا ليفربول هو كانت الوقعه الاولى يعني، وبعد كده ماتش ويست هام. مايكل ارتيتا لو ظبط النقطه بتاعت الموضوع النفسيا اللي الفرقه بتقع وكده، هي طبعا عشان الخبرات بتاعت اللعيبه دي عايزه حد يتكلم معاها كتير. لو بصينا في ارض الملعب احنا مش هنلاقي يعني حد خبره قوي غير ممكن جابريل جيسوس، لانه كان بيلعب مع مانشستر سيتي بقاله سنين وكده، والراجل ده انا عندي تحفظ كبير عليه كده يعني. بس نروح لنقطه مهمه الناس مش واخده بالها منها. ارسنال ما عندهاش دكه بدلاء، ما عندهاش حد ينزل يقلب الماتش، فدي نقطة كبيرة مقارنة بمين؟ بمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد على الأقل عندها 2-3 خبرة ممكن يغيروا الماتش، لكن أرسنال مفيش، والخبرة بتاعهم كان مصاب بقاله 4 5 6 ماتشات ولا 7 ماتشات اللي هو جابريل جيسوس، وكمان الراجل جاي الماتش اللي فات ساوثهامبتون انا شايفه الراجل ضيع ماتش جوان كتير. الراجل بيجي في الماتشات الصعبة وكده بيتوتر وبيعمل حاجات غريبة الصراحة يعني. بس وطبعا تحفظ على هولدنج وعلى الباك اليمين وايت، دي ليله كبيره يعني، فهو الراجل مضطر برضه يلعب بيهم يعني. بس فربنا يكون في عونهم وان شاء الله يعملوا ماتش كبير بكره يعني، ويفرحوا الجماهير الارسنال الجميله يعني. خلينا نخش بقى الناحيه الثانيه للبعبع مانشستر سيتي. مانشستر سيتي الفتره اللي فاتت عامله اداء عالمي. نختمها بماتشين بتوع البايرن ميونخ يعني. خلينا نتكلم في اخر ماتشين بتوع البايرن ميونخ، اداء كبير قوي، وبيب جارديولا بدا يغير في حاجات في شخصيته وكده. ما هو بصوا يا جماعه، فاكرين لما البطل واللي عايز ينجح واللي عايز يوصل لحاجه لازم يشتغل على نفسه اكتر ما هيشتغل على اي حاجه ثانيه. انت ما بتشتغل على نفسك انت بتطور حاجات كتير في حياتك، بتطور نفسك، بتطور تفكيرك، فده بيفرق. بيب جارديولا السنه دي تخلى عن حاجات كتير قوي يعني، بدليل ان ماتش بايرن ميونخ اول مره ان جارديولا يقعد فتره في الماتش الاستحواذ للبايرن. يعني انا عايز اقول لك ان الاستحواذ وصل ل 68% في ماتش البايرن للبايرن مش للسيتي، فدي كانت شيء غريب. جارديولا جت عليه وقت فتره في الماتش بقى يلعب كور على طول قدام، هو بيقول لهم قدام مش هنقعد نحضر يمين وشمال عشان نبتدي نلعب لعبنا. ففي الحاله اللي عند مانشستر سيتي السنه دي هيبقى في كلام كتير في ماتش ريال مدريد، فالناس كل اللي بتقول ان ريال مدريد خلصت الماتش وكده دي هنبقى نعمل لها حلقه مفيش مشكله يعني. بس الماتش بكره صعب. مانشستر سيتي عايزه تاخد الدوري، جارديولا عايز ياخد اكبر عدد من البطولات عشان يعمل سكورز او ريكوردات من ضمن الارقام القياسيه اللي هو بيعملها دي يعني، والراجل كفايه يعني جارديولا يعني، سيب بقى الناس تاكل عيش يعني. بس ارسنال انا الصراحه منتظر الماتش ده بقالي فتره يعني. بس ان شاء الله الماتش يبقى جامد ويعجبنا كلنا. طبعا النقطه المهمه عشان نختم بيها الحلقه، ارسنال عملت انجاز. انا شايف ان هي عملت انجاز، ان هي هتبقى في ايه، في تشامبيونز ليج السنه الجايه ان شاء الله، لان هي السنه اللي فاتت ولا اللي قبله، لان هي السنه اللي فاتت مخلصه مركز 5 واللي قبله مخلصه مركز 8، فدي نقطه كبيره تحسب لمايكل ارتيتا. وطبعا بتاريخ ارسنال مش كبيره، بس مقارنه بالسيزون اللي فات واللي قبله حاجه كبيره يعني. بس واحنا يبقى كده خلصنا النهارده حلقتنا الجميله من برنامج جيب جول. كان معكم مصطفى خليفه، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للحلقه. نشوفكم قريب ان شاء الله. سلام.